فيلمنا بيبدأ مع سارة وهي بتتكلم مع أختها جولي، وبتبقى بتترجاها تيجي حفلة ذكرى زواج والدها ووالدتها، لكن جولي ما بتكونش فاضية وبتبعت لها ورد تاخده معاها للحفلة، وبتضطر سارة إنها تروح لوحدها، وبتوصل بيت والدها ووالدتها وبتلاقي والدتها عاملة تحضيرات الحفلة، وتفضل سارة تتكلم بصوت عالي لحد ما والدها ووالدتها يردوا عليها، لكنها مش بتلاقي أي حد، فبتطلع للدور العلوي وبتلاقي باب أوضة بيتقفل لوحده، فبتتخض سارة جدا وبتفضل تنادي على والدتها، وبعدها بتدخل أوضة بابها مفتوح وبتلاقي والدتها بتقتل والدها بالسكينة وهي لابسة فستان فرحها، فبتتصدم سارة جدا وبتفضل واقفة مكانها، وبتشوفها والدتها وبتقرب منها وبتقول لها ما تقلقش لأن والدها كان عايز كده، وبعدها بتحط والدتها السكينة على رقبتها وبتذبح نفسها، وبتنهار سارة من المنظر وبتقع على الأرض، وبعدها بتظهر سارة وهي في حوض الاستحمام بعد ما قطعت شرايين ايديها الاتنين، وبعد فترة بتفوق سارة بتلاقي نفسها نايمة على سرير غريب ومش فاكرة أي حاجة، وبتلاقي جنبها شخص اسمه نيك واللي بيقول لها إن جوزها، وبيحاول يخليها تفتكر أي حاجة، لكن سارة ما بتكونش فاكرة حتى إنها انتحرت، وبيبقى نيك حزين جدا لأنها كانت هتموت وتسيبه، وبيقول لها إنه دلوقتي هيفضل جنبها ومش هيسيبها، وبيحكي لها على حادثة انتحارها، وما كانش سارة مصدقة إنها عملت كده، وبيغمى عليها من التعب، وبعد فترة بتفوق وبتبص فجأة على إيديها وبتلاقيها مربوطة وعليها دم، بتتخض سارة جدا وبتعرف إنها فعلا كانت عايزة تنتحر لكنها ما بتكونش فاكرة السبب، وبيجي نيك وبيهديها وبيقول لها إن الدكاترة حضروه كويس عشان يتعامل معاها، وبيعتذر لها عن انشغاله عنها بكتاباته، لكن دلوقتي هو هيفضل جنبها وبيوعدها إن كل حاجة هتتغير، وبتنام سارة مرة تانية وبتحلم بوالدها ووالدتها وهما واقفين حواليها وجسمهم مليان دم، وبتصحى من النوم وهي مخضوضة جدا، فبيهديها نيك وبيديها دواء عشان يساعدها ترتاح، وفي تاني يوم بتفوق وبتشوف نيك جوزها وهو بيتكلم مع واحدة غريبة، وبعدها بيرن تليفون البيت وبترد سارة وبتسمع صوت واحدة بتنادي عليها، لكن بيجي نيك وبيزعق للي بتتصل وبيقفل المكالمة، وبعدها بيحضر الفطار لسارة وبيسألها لو في أي حاجة افتكرتها، فبتقول له إنها مش فاكرة غير باباها ومامتها وإنها متأكدة إن عندها أخت، وبتسأله لو أهلها جم زاروها في البيت، فبيستغرب نيك وبيرد عليه بحزن وبيقول لها إن والدها ووالدتها ماتوا، فبتنهار سارة وبتسأله عن أختها، فبيقول لها إن أختها لعبت بالوصية وأخدت منها كل أملاكها وما سابتلهاش غير البيت، وإنه مش عارف إزاي ممكن حد يعمل كده في حد من لحمه ودمه، وبيكمل وبيقول لها إنها ما ينفعش تثق في أختها أبدا لأنها شخص خاين ومنافق، وبتزعل سارة جدا لأنها ما بتكونش فاكرة أي حاجة من اللي نيك بيقولها، وبتنام سارة وبتصحى وبتشوف نفس الست اللي كانت بتتكلم مع جوزها وبتكون لابسة لبس المسؤولين عن نظافة البيت، فبتسأل سارة نيك عنها فبيقول لها إنها روز وإنها كانت بتساعدها وهي نايمة لكنها مش فاكراها، فبتعتذر سارة لنيك لأنها مش فاكراه ولا فاكرة حتى أي تفاصيل بينهم، فبيحاول يفكرها بذكرياتهم مع بعض ورحلاتهم، لكن سارة مش بتكون فاكرة أي حاجة، فبيتضايق نيك جدا وبيقول لها إنه هيروح يكمل شغله، وبعد شوية بتدخل سارة تاخد دش لكنها بتسمع صوت غريب وبتكون فاكرة نيك لكنها مش بتلاقي حد، وبعدها بتخرج سارة من الحمام وبتبص على الحمام اللي المفروض يكون فيه حوض استحمام لكنها مش بتلاقيه، وبعدها بتتمشى في البيت على امل انها تفتكر اي حاجه، وبتفتكر ان كان في صور كتير متعلقه، وبعدها بتقابل روز في طريقها وهي بتفتح الباب عشان تطلع للدور الثالث، لكن روز بتمنعها وبتقول لها ان ممنوع الخروج للدور الثالث لان ليه مدخل لسطح البيت، وبتبقى روز بتبص على اثر الانتحار اللي في ايد ساره، وبتفهم ساره ان نيك خايف انها تنتحر تاني، وبعدها بتسال ساره روز عن الساعه الكبيره اللي كانت في البيت، فبتقول لها روز انها حفظت البيت كله وان مفيش اي ساعه في البيت، لكن ساره بتكون متاكده من وجودها وبتقول لها انها بتسمع صوتها، فبتقول لها روز انها بيتهيأ لها وانها بس محتاجه ترتاح، فبتروح ساره لنيك وبتساله عن حوض الاستحمام اللي انتحرت فيه وعن صور عيلتها اللي كانت متعلقه، فبيقول لها نيك انها مرت بحادثه مؤلمه وانه شال اي حاجه ليها علاقه بالحادثه لحد ما تبقى كويسه، فبتترجى ساره انها تشوف الصور لانها ممكن تساعدها تفتكر اي حاجه، لكن نيك بيقول لها انها مش هينفع تشوف اي حاجه غير لما تتحسن وبعدها ممكن يعلقوها، وبيحضنها وبيقول لها انه بيحبها وبيكمل شغل، وبترجع ساره اوضتها وبتنام، وبعد شويه بتقوم ساره من مكانها وبتبقى كانها تحت سيطره قوه خفيه، وبتدخل الحمام وبتقف قدام المرايه وبعدها بتتحرك، لكن صورتها في المرايه بتفضل ثابته وكانها بتبص على نفسها، وبتبص ساره على حوض الاستحمام وبتشوف نفسها وهي بتقطع شرايينها، وبعدها بتفتح الجرح بايدها وبيزيد النزيف اكتر، وبعدها بتقول ساره اللي بتنتحر لساره الحقيقيه ان روز غريبه، وبعدها بتعيد نفس الجمله اللي روز قالتها قبل كده وهي انها لازم ترتاح، وبتفوق ساره من النوم وبتكتشف انه كان حلم، لكن رؤيتها بتكون مشوشه جدا للي حواليها ومش بتكون شايفه اي حاجه بوضوح، بتلاقي قدامها اتنين بيتكلموا معاها لكنها بتكون شبه مغمى عليها ومش قادره تتكلم، وبعدها بيكشف عليها شخص وهو مستغرب ازاي هي في الحاله دي، وفجاه بتترعش ساره جدا وبتدخل في حاله شبيهه بالصرع، وبعد شويه بتفوق وما بتلاقيش حد حواليها، فبتبص من الشباك بسرعه وبتشوف جوزها وهو بيطردهم، فبتساله ساره عنهم وبيقول لها انها اختها ومعاها طبيب عنده عادات طبيه غريبه هو مش مؤمن بيها، فبتقول له ان الدكتور ده كان بيكشف عليها، فبيستغرب نيك جدا وبيقول لها انهم اصلا ما طلعوش عندها الاوضه، فبتشك ساره في نفسها وده لانها كده كده مش فاكره اي حاجه، فبيطمنها نيك وبيطبطب عليها وبيقول لها انه بيحبها، وبيظهر ان نيك دايما بيدعمها وبيطمنها، وبالليل بيتعشوا مع بعض في البيت وبيعزف نيك على البيانو وبتكون ساره مبسوطه جدا، فبيقول لها نيك انه هيعمل حفله عشاء بكره وانه هيعزم صحابه لانهم عايزين يطمنوا عليها، وبتكون ساره متردده لكنها بتوافق، وفي تاني يوم بتجمع ساره ورد من الحديقه وبتيجي
بتيجي روز وهي شايله حاجه تقيله، فبتقوم ساره بسرعه عشان تساعدها، لكن روز بتكلمها بطريقه وقحه جدا وبتقول لها انها مش محتاجه مساعدتها، وبتتضايق ساره جدا وبتشتكي لنيك، فبيقول لها ان لو حد زعق لها لازم تزعق له، وانهم عايشين في عالم قاسي ما ينفعش فيه الطيبين اللي زيها، وبيقول لها تجرب تتمرن عليه، وبيفضل يستفزها لحد ما ساره تضربه بالقلم. بقى بيفرح نيك جدا وبيقول لها انها كده ابتدت تتعلم ازاي ترد على حد بيضايقها. وبالليل بتفوق ساره وبتتحرك كأن في حاجه تاني مسيطره عليها، وبتنزل القبو وبيتفك الشاشه اللي على ايديها وبتنزف وبتسترجع سيطرتها على جسمها تاني، لكنها بتلاقي نفسها في القبو وبتسمع صوت غريب، فبتنادي على نيك وهي خايفه، وبيظهر قدامها بسرعه وبيقول لها انه كان بيدور عليها، وبعدها بيحضنها وبيدخلوا مع بعض في علاقه، وبتبقى روز مراقباهم وهي متضايقه. وفي تاني يوم بتصحى ساره على صوت خبط على الباب، فبتنزل عشان تفتح لكنها ما بتلاقيش حد، وبيستمر الخبط وبتكتشف انه على الباب الخلفي، وبتفتح الباب فبتلاقي شخص بيقول لها انه صديق اختها جولي، وان اختها عايزه تطمن عليها وتساعدها، وبيبان انه رجل دين، وبيقول لها ان اي حد ممكن يتوه ويكون محتاج مساعده، وانه هيكون دايما موجود عشان يساعدها، وبيديها مفتاح. وقبل ما ساره تاخده بيجي نيك وبيسالها عن اللي بتعمله، فبتبص ساره على الباب وبتلاقي ان صديق اختها اختفى وكانه ما كانش موجود اصلا، لكنها بتقول لنيك ان كان في شخص واقف وبيديها مفتاح، لكن نيك بياكد لها ان مفيش حد، وبيتضايق جدا لانها مش مصدقاه، فبتنهار ساره وما بتكونش عارفه تصدق نفسها ولا تصدق نيك، فبيحاول نيك يخفف عنها وبيكون جايب لها هديه، فبتفرح ساره وبتبقى الهديه عباره عن فستان احمر يطلب منها نيك تلبسه في حفله العشاء. وبتنام ساره وبتحلم انها بتزحف على الارض وبتسمع صوت اختها وهي بتنادي عليها، وفجاه بتشوف والدها وهو بيصرخ بصوت مخيف جدا بعد ما والدتها قتلته. وبعدها بتفوق ساره بتلاقي نفسها على السرير لكن بجسم باباها، في نفس الوقت بتشوف نفسها وهي واقفه مكان والدتها وبتقتله. وبعدها بتفوق ساره تاني وبتشوف اختها وهي واقفه جنبها وبتنادي عليها، تبقى اختها خايفه منها جدا لدرجه انها بتهرب وبتقفل الباب عليها، فبتفتح ساره الباب وبتلاقي نفسها في كوخ صغير جنب البيت، وبتلاقي صور عيلتها في الكوخ. وبعدها بتلاقي كتاب غريب فبتفتحه، فجاه بتلاقي حشره جواه فبتتخض جدا وبتسيب الكتاب بسرعه، لكن فجاه بيقع منه نفس المفتاح اللي صديق اختها كان عايز يديهولها، واللي بيظهر فجاه من وراها وهو بينادي عليها، وبعدها بيقرب منها وبيحاول يخنقها. فجاه بتتغير صورته لصوره نيك وهو بيحاول كمان يخنقها، وبتصرخ ساره باعلى صوت، وفجاه بتصحى من النوم وبتلاقي نيك جنبها وبيحاول يهديها، وبتعرف انها كانت بتحلم، فبتحضنه ساره، وفجاه بتشوف نفس المفتاح اللي شافته في الحلم واقع على الارض، وبعدها بتهدى وبتنزل للحديقه من تاني، وبتكون روز موجوده، فبتحاول ساره تعمل زي ما نيك قال لها، وبتقول لروز بنبره حزن انها عايزه البيت كله يبقى نظيف، فبتقول لها روز انها بتسمع كلام نيك بس، وانها ممكن تعمل اللي هي عايزاه بنفسها، فبتتعصب عليها ساره وبتقول لها انها تسمع كلامها زي نيك، لكن روز بتفضل تكلمها بوقاحه وبتقول لها انها بتراقب جوزها نيك وهو بيستحمى، وانهم كانوا في علاقه مع بعض وهي نايمه، وبتحس ساره انها دايخه وبتدخل في حاله هلوسه، وما بتكونش عارفه هل هي فعلا سمعت الكلام ده ولا بيتهيأ لها، وبتفضل تسمع كلام غريب من روز فبتزعلها وبتطردها بره البيت. وبعدها بتشوف ساره اعشاب ضر حوالين الورد اللي بتزرعه، فبتشد الاعشاب وبتلاقيها متوصله بامعاء انسان مدفونه وسط الطين، فبتقرف جدا وبتبقى عايزه ترجع، وفجاه بيخرج من بقها سائل اسود لزج جدا وبيغمى عليها. وبتفوق ساره وبتدخل عشان تاخد دش، وبيبقى نيك قاعد جنبها وبيطلب منها تقول له يلغي حفله العشاء لو هي تعبانه، وبيقول لها انه دور حوالين الورد وما لقاش اي حاجه مقرفه من اللي قالت عليها، لكن ساره بتقول انها كويسه وبتعتذر له انها طردت روز من غير اذنه، فبيقول لها انها صاحبه البيت وممكن تعمل اللي هي عايزاه، وبيقول لها انه فخور بيها جدا. وبيجي ميعاد الحفله وبتجهز ساره نفسها وبيدخل عليها نيك وبيطمنها وبيديها الدواء بتاعها وبيسيبها وبينزل، وبتلبس ساره الفستان وبتبص على نفسها في المرايه، وفجاه بتشوف نفسها وهي لابسه فستان لونه مختلف عن الحقيقه، واختها قاعده جنبها وبتعيط عليها، وبيختفي المشهد من قدامها، وبتنزل ساره الحفله وبتسلم على اصحاب نيك ومش بتكون عارفه فيهم اي حد، لكن بيظهر ان كلهم عارفينها. وفجاه بتشوف روز قدامها فبتتعصب جدا وبتنادي على نيك وبتساله عن السبب اللي مخلي روز قدامها دلوقتي، فبيقول لها انه ما كانش عارف هيطبخ للحفله ازاي، وان روز ما قالتلهاش حاجه وحشه، وانه اكيد كان بيتهيأ لها، فبتتضايق ساره جدا وبتفضل تبص لروز وهي متعصبه. وفجاه بتشوف صديق اختها تقول لنيك انها شايفه واحد واقف قدامها، فبيقول لها نيك ان مفيش حد، لكن ساره بتفضل شايفاه في اكتر من مكان، ومن كتر الشك اللي هي عايشه فيه بتكون عايزه تنسى وبتشرب كحول كتير. وبعدها بتطلب من روز تحط لها كوبايه تانية، وبتظهر روز وهي بتحط ماده في المشروب بتاعها، وتبقى بتبص لنيك وهي مبتسمه، تبدا ساره انها تغيب عن وعيها. وبعدها بتلاقي بوبي صديق نيك بيحاول يتحرش بيها، وبسبب ان ساره مش في وعيها بتمسك الشوكه اللي قدامها وبتضرب بوبي بيها في ايده، فبيضحك نيك واصحابه وبيقوموا يرقصوا، وبتغيب ساره عن وعيها. فجاه بتشوف قدامها مشهد والدتها وهي بتقتل والدها من تاني، لكن المره دي بيظهر شخص ورا والدتها لابس راس خنزير. وفجاه بتفوق ساره وبتلاقي نفسها في حوض الاستحمام اللي بيبقى مليان دم، وبيبقى قدامها نفس الشخص اللي لابس راس خنزير، وبيقلع الشخص راس الخنزير وبيظهر ان هو نفسه نيك، وبتتخض ساره جدا، فبيطمنها وبيقول لها انه هيساعدها تبعث من جديد، وان دي اخر خطوه، وما بتكونش ساره فاهمه حاجه وبتبقى خايفه جدا. وبتظهر روز من وراها وهي بتضاف لها جسمها من الدم، فبتلبس ساره هدومها وبتجري على اوضتها، وبيجي نيك وبيبقى كأن مفيش حاجه حصلت، وبيسال ساره عن اللي حصل لها وازاي تحط الشوكه في رقبه بوبي، وبتبقى ساره منهاره ومش فاهمه اللي بيحصل. وفجاه بيظهر صديق اختها من وراها وهو ماسك
ماسك الصليب فبينهار نيك على الارض، وبيفضل صديق اختها وهو ماسك الصليب وبيبقى كانه بيتكلم مع حاجه جوه ساره وبيأمره يخرج، لكن فجاه بتظهر قوه متحركه وبترميه على الارض، فبتفتح ساره الدرج بتاعها وبتاخد المفتاح اللي لقيته في اوضتها اخر مره وبتفتح بيه باب الدور الثالث، وبتدخل اوضه ضلمه جدا لكن بيكون في نور في نهايه الاوضه، وفجاه بتظهر ارواح من حواليها بتحاول تمسكها، وبتهرب ساره للنور وبتلاقي نفسها وسط مكتبه كبيره. فجاه بتشوف كتاب مكتوب عليه روز وبتفتحه بتلاقي صور للخادمه روز في اماكن وعصور مختلفه، وبيبقى الكتاب كله عباره عن كلمه تفاح متكرره، وبعدها بتلاقي كتاب عليه اسمها، تفتحه بتلاقي نفس كلمه التفاح، وفجاه بتسمع صوت صديق اختها وهو بينادي عليها وبيظهر نيك من وراها، فبتبعد ساره عنه وهي خايفه، وبتشوف صديق اختها وهو في الحديقه وبينادي عليها، وبيحاول نيك يقنعها ان اللي هي شايفاه وسامعاه مش حقيقي، وفجاه بتشوف قدامها نفس مشهد قتل والدتها لوالدها، لكن بيظهر نيك وهو لابس راس خنزير وواقف ورا والدتها، وبيبقى هو اللي بيتحكم في ايد والدتها وبيقتل بيها الاب، وبعدها بيمسك ايد والدتها وبيخليها تذبح نفسها، وبيظهر ان صديق اختها رجل دين فعلا، وبيطلع ميه مقدسه وبيرشها على نيك، واول ما الميه بتيجي على وش نيك بتحرقه، فبتقرر ساره انها تروح لصديق اختها وبتنط من الشباك، فجاه بتفوق بتلاقي نفسها مربوطه في السرير وحواليها اختها والكاهن والدكتور، وبيفضل الكاهن يردد ايات من الانجيل عشان يخرج الروح الشريره من جسم ساره، وبتتنفض ساره للمره الاخيره وبيخرج الشيطان من جسمها، وبيقع الكاهن على الارض من كتر التعب، وبيكشف الدكتور على ساره وبيطمنهم على حالتها، وبتقوم ساره اخيرا من الكابوس اللي كانت عايشه فيه، وبيقول الكاهن لساره ان الشيطان لما بيخرج من الجسم اللي كان هيستحوذ عليه بيسيب وراه فجوه وفراغ مظلم، وانها لازم تنوره بايمانها بالله، وبعدها بتقول لجولي انها لازم تساعد اختها وتكون المناره ليها، وبيمشي الكاهن وبتقف ساره على رجليها وبتتحرك في البيت، وبتشوف قدامها الساعه اللي روز انكرت وجودها وبتبتسم، وبعدها بتقعد معاها جولي وبتعاتبها انها كانت هتتخلى عنها وهتنتحر، وانها دايما موجوده عشانها، وان كل حاجه هتتغير، وبتبقى بتردد نفس الكلام اللي نيك كان دايما بيقوله لساره، فبتتصدم ساره وبتعرف ان الشيطان استحوذ على جولي بدلها، وبيخلص الفيلم وبنفهم ان كل اللي بيحصل ده كان جوه عقل ساره، واللي دخلت في حاله صدمه بعد ما شافت والدتها بتقتل والدها، وده تفسير عدم وجود اي ساعه في البيت لان كل اللي بيحصل كان خيال، وبسبب الصدمه القويه اللي ساره تعرضت لها وفقدانها لوالدها ووالدتها بالطريقه دي قررت انها تنتحر، ولكن بطريقه ما قدر نيك ينقذها وبيقدمها كقربان للشيطان، وبيبقى بيحضر طقوس الاستحواذ طول الوقت زي كتابته طول اليوم لكلمه تفاح، واللي تعتبر رمز لسيطره الشيطان على الانسان زي ما حصل في قصه ادم وحواء بعد ما سمعوا وسوسه الشيطان واكلوا من التفاح، وكان نيك دايما حريص ان ساره تفضل في حاله لا وعي من خلال المخدر اللي كان بيديهولها طول الوقت، وبنعرف ان حوض الاستحمام المليان دم كان طقس من طقوس استحضار الشيطان، وانها كانت الخطوه الاخيره لاستحواذ الشيطان الكامل على جسم ساره، وبيظهر ان صديق اختها كان بيحاول ينقذها بظروف في اكتر من مكان في الوقت اللي ساره بتكون مشتته فيه، وان المفتاح اللي اداهولها هو رمز لمعرفه الحقيقه واختيار الطريق الصح اللي كان في الضوء اللي في نهايه الغرفه المظلمه، وان اختيار ساره لصديق اختها بدل نيك كان هو السبب اللي خلاها تتغلب على الشيطان وتسترجع السيطره على جسمها، لكن لسوء الحظ بيستحوذ الشيطان على جسم اختها، واللي بيدل على ان معارك الانسان مع الشيطان مش هتنتهي.